السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم الأستاذ حسن جبران ومعكم قناة حسن توجيه. بالنسبة للجدد ممكن أنكم ديروا اشتراك في هذه القناة هذه، وممكن كذلك أنكم تفعلوا جرس المشاهدة باش دائما توصلوا بالفيديوهات ديالنا جداد. عجبك هذا الفيديو ما تنساش أنك دير بطبيعة الحال جيم، وما تنساش كذلك أنك تبارطاجي على أوسع النطاق باش كلشي يستافد منه. صراحة بقيت كنفكر هاد الأيامات في واحد المجموعة ديال الرسائل اللي كيجيونا من عند المتابعين، بطبيعة الحال كاين بزاف ديال الرسائل اللي كيجيونا في الانستغرام وكيجيونا كذلك في الواتساب. حتى نتوما اللي بغيتو تتواصلوا معنا هما لتحت هنايا دخلوا تواصلوا معنا، ما كاين حتى مشكل. كما قلت لكم كنت كنجمع لكم واحد المجموعة ديال التساؤلات، ولاحظت بان الاغلبيه فيكم كيعانيو من بزاف ديال المشاكل في الحواسيب ديالهم، وبزاف ديال المشاكل اللي كيوقعوا لهم واللي كيخليهم انه الحواسيب ديالهم يخسروا. وهنا فكرت ان ندير لكم تجميعيه ديال اهم المشاكل اللي ممكن يوقعوا في الحاسوب، وكيفاش ممكن انك تفكهم، وكيفاش ممكن انك تحلهم بلا ما تدي عند المعلم، لان داك الشيء غيكون بسيط. خصكم تعرفوا واحد القضيه، ان الحواسيب كيوقعوا لهم بجوج الانواع ديال المشاكل، بجوج ديال الانواع ديال المشاكل اللي يقدروا يوقعوا للحاسوب ديالك. النوع الاول بسيط وممكن انك تصاوبه، وما يسمى بالمشاكل الخاصه بالسوفتوير، يعني المسائل الخاصه فقط باللوجيسيال، يعني ماشي المشكل في قطع الغيار ولكن المشكل في اللوجيسيال، وهذا الشيء حاله سهل. شي لوجيسيال مانستالي ما هواش، شي ميزاجور، شي مشكل في البيوس، هذا الشيء بسيط غادي نوريك كيفاش تصاوبه. النوع الثاني ديال المشاكل كيكون خاص وتقني، علاش؟ لانه مرتبط بقطع الغيار ومرتبط بالهاردوير. هاد المشاكل التقنيه هادو فكيكون خاص بقطع الغيار، يعني كيكون صعيب انك تصاوبها انت راسك، ولكن ماشي مستحيل. وكاينين شي حويجات، شي نويطات ممكن تصاوبهم في الاول باش تقام عليك القضيه رخيصه ملي تديه للمعلم. صافي. كما قلت لكم في هذه الحلقه غادي نشوفوا ان شاء الله 5 ديال اهم المشاكل اللي ممكن انك تطيح فيهم. مازال المشاكل وحدين اخرين، داك الشيء كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو حتى للتالي، وتبعوا معايا فيديوهات وحدين اخرين، لان غادي نشوفوا هذا الشيء كامل بالتدقيق. المشكل الاول اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس هو مشكل ديال ان الحاسوب ديالك ثقيل، حاسوب ثقيل اولا حاسوب كيعيك في الخدمه، يعني حاسوب لا يستجيب بسرعه، يعني ملي كتدخل اي معلومه اولا كتبغي تكتب في الوورد اولا تبغي تدخل مثلا جوجل اولا شي حاجه كيتعطل. هذا المشكل التقني كيقدر يكون عنده سبب واحد، ممكن يكون عنده بزاف ديال الاسباب، وبطبيعه الحال ملي غنعطيكم السبب راه غتعرف الحل، راه باينه. ممكن يكون السبب الرئيسي هو ان هذا الحاسوب ديالك فيه برامج اللي كتشعل في الديماراج، يعني ما كتخليش الحاسوب يشعل بوحده، كيشعلوا شي جوج ولا 3 ديال البرامج او ديماراج في الاول. وممكن يكون مشكل في مجموعه البرامج الاشهاريه اللي كتطلع، خصوصا مثلا هذوك لي زونتي فيروس المجانيين. وممكن يكون عندك برنامج ديال التجسس في الحاسوب ديالك حتى هو كيقدر يعطل لك تقلك الحاسوب ديالك. وبلا ما نهضروا على ان كاينين الناس اللي عندهم ديسك دور قسموه بزاف، مثلا سي ودي و او و اف و جي، وهنا فين كيكون هذا التقسيم ديال الهاردوير او التقسيم ديال الديسك دور حتى هو كيعطل وكيأخر الحاسوب ديالك كيخليه ثقيل. وكاين واحد المشكل واحد اخر اللي هو ما يسمى بلي بيلوت، هذوك لي درايفر اللي كيخليو البيسي يخدم، الصوت يخدم، الريزو يخدم، البلوتوث يخدم، هذوك كيخصهم لا ميزاجور، فإلا ما دارتش لا ميزاجور ديالهم فكيخليو البيسي حتى هو انه يتقال. هذا الشيء هو اغلبيه المشاكل. لكن راه ما كنهضرش على الحاله ديال مثلا الا كانت عندك ديجا الرام ناقصه، عندك 4 في الرام اولا 2 في الرام، اولا الديسك دور اللي كيكون عندك كيكون مثلا نوع اش دي دي ماشي اس اس دي، اولا كيكون عندك ديجا انت هذاك كما كنقولوا حنا المعالج او البروسيسور كيكون عندك ديجا من الجيل القديم، يعني سيليرون ولا مثلا بانتيوم اولا، فهذا كيكون ديجا ثقيل، يعني هذا ما عندكش ما دير ليه اصلا، خصو يتبدل. كاين واحد القضيه اللي ما كيردولهاش البال كذلك، هي السخونيه. فالبيسي ملي كيسخن فكذلك كيتقال، فملي كتسخن قطع الغيار اللي في البيسي فحتى هذاك لونفيرونمون ديالو كيسخن، لان كترتبط درجه الحراره يا اما من برا او من الداخل على حسب نوعيه الحاسوب اللي غتشري. ففي هذه الحاله هذه فقطع الغيار اللي كتكون سخونه كتخلي حتى هو انه يتعطل في الاستجابه للعمليات اللي كدير به. وفي هذه الحاله راه كما كنقولوا ملي عرفتي السبب غتلقى الحل. فإلا عندك مشكل في الديماراج بطبيعه الحال فهنا خصك ضروري انك تحيد لي لوجيسيال اللي كيديماريو، ديزانستالي لي لوجيسيال اللي عندهم علاقه بالاشهار او اللي ما عندهم ولا ما عندك انت ما دير بهم. ففي هذه الحاله هذه السبب كيعطيك الحل. المشكل الثاني كيوقع الاغلبيه كيردوا لها البال، كتدخل كتلقى البيسي بين قوسين بحال حمار، بحال التسطه، بحال هبل، كيدخل واحد مجموعه الصفحات ويعاود يخرج ويعاود يدخل الصفحات وكتطلع لك شي كتابه ما عرفتها واش كي دايره. دونك في هذه الحاله هذه ملي كتلقى البيسي ما بقاش كيستجب لك، كدير اونطري كتلقى في حاجه اخرى، اولا كدير سوبريمو تلقى حاجه اخرى كتكتب كلافي او وطلع لك شي حاجه واحده اخرى، يعني هذا مشكل. وغنشوفوا شنو السبب ديالو. هنا كيكون غالبا البيسي ديالك تقاس
فيروس او لا مجموعه ديال الفيروسات، ماشي ضروري واحد، ممكن يكونوا بزاف. في هذه الحاله غادي تشعل لونتي فيروس اللي عندك وتحاول انك تسكاني البيسي ديالك، حاول تسكاني البيسي ديالك باش اي حاجه فيها مشكل تفيكسها، اي حاجه اللي ما هياش خصها تحيد. اذا هذه اول حاجه غادي ديرها. ما عندكش انتي فيروس ضروري في هذه الحاله هذه تانستالي واحد ديك الساعه، وبعد من النسخ المجانيه. بعد من النسخ المجانيه كاينين شي وحدين بحال مثلا كاسبيرسكي، راه ماشي نسخه مجانيه ولكن كيعطيك واحد الشهر تقدر تخدمه مجاني، في هذيك الشهر قضي به الغرض على ما يحن الله. وبيني وبينكم غنعطيكم واحد النقطه مهمه، راه تقدروا تشاركوا جوج ولا ثلاثه بكم وتشريوا واحد لونتي فيروس اللي كيقدر يخدم مع 5 ولا 6 ديال الاجهزه وتقام عليك القضيه رخيصه. دابا ما بقاش هذا مشكل اصلا. وما ننساش واحد القضيه مهمه بزاف، ما عمرك دير اكثر من انتي فيروس في البيسي ديالك. شي وحدين كيديروا فيها زعما واعرين كيدير جوج ولا ثلاثه لي زونتي فيروس دقه، لا هذه راه كتخدم بطريقه عكسيه. وكذلك هذا الشيء ملي تبغي ديرو خصك تحيد الكونيكسيون، يعني وقف الكونيكسيون من البيسي ديالك، عاد ممكن انك تسكانيه. واحد القضيه غادي نركز عليها مهمه كذلك، هو ان شي وحدين الله يهديهم كيعطيوهم مثلا الميزاجور فكيقول لك لا، فالميزاجور كوميولاتيف يعني اللي كتجمع اليوم على غدا اليوم على غدا، فحتى هي كتساهم انك يكون عندك اختراقات في الحاسوب ديالك. يعني ملي تكون عندك شي ميزاجور عود ديرها صاحبي، عود ديرها. وهنا غنفتح واحد القوس بسيط، هو راه قوس كبير ولكن المهم الله يهدي ما خلق كما كنقولوا. شي وحدين كيقتلوا شي مواقع بين قوسين اباحيه، يعني مواقع ماشي حتى تما. ففي هذه الحاله هذه من غير السيئات اللي كتدي مع الله وما كتكونش راضي على راسك، كاين كذلك واحد المشكل اللي مرتبط بالاختراق. يعني ان هذوك المواقع كيكون سهل فيهم الاختراق، لان كيكون فيها مجموعه ديال البرامج ديال الدعايه وديال الاشهار. ونصيحه واحده اخرى للناس اللي كيتعاملوا مثلا بالحواسب ديالهم واللي كيكونوا مسجلين فيها الكونت الجيميل ديالهم، وكيكون حتى كذلك واحد البطاقات مسبقه الدفع، يعني هي كارت كيشيل فرد البال، ماشي اي واحد غادي يصيفط لك ايميل ولا غادي يصيفط لك شي رساله غادي تكتبهم. تبغي تيليشارجي شي اغنيه شي فيديو شي حاجه بحال هكا شي برنامج معين، رد البال انك ما تدخلش هاد لي دوني دغيا. يعني في هذه الحاله اي حاجه غادي تجيك ايميل او لا ميساج او لا شي حاجه تانستاليها او لا، قرا وفهم، شكيتي سول. علاش؟ لان هذا المسائل شحال من واحد كيخرج على لي دوني بيرسونيل، راه مازال تجي في الفلوس مازال تصرد، ولكن شي خطرات كيكون عندك واحد المجموعه ديال لي دوني بيرسونيل في التليفون او لا في البيسي ديالك مثلا، اللي هما فيديوهات صور شخصيه او مثلا صور غير ديال العائله اللي بغيتي تحافظ عليهم، كتلقى داك الشيء كله مشى. فالفو فيغ اتونسيون ورد البال لهاد المسائل هادو، ماشي فوق ما بغيتي كليكي فوق ما بغيتي كليكي. اللي عنده شي تساؤل كما قلت لكم اكتبوا لنا هنا تعليق او اللي يدخل عنده مباشره الخاص نعاونوه، ما كاين حتى مشكل. بغيتي تاخذ شي حاسوب مستعمل او لا جديد وحصلتي وما عرفتيش شكون اللي غادي يوجهك او لا عند من تاخذ، ما كاين حتى مشكل، ثق فينا وغادي تصيفطنا مباشره. ها هو كما كنقول لكم الرقم الخاص ديالنا على الواتساب، او لا كذلك تدخل عندنا على الانستغرام، ومرحبا اي وقت. واخا نعطيك غير نصيحه، واخا ما تاخذش عندنا نعطيك غير نصيحه لله في سبيل الله. المشكل الثالث اللي يقدر يوقع لك الحاسوب هو انه كتطلع السخونيه ديالو شي شويه، او لا كتلقاه كيديماري ويريديماري بوحدو، كيطفى ويشعل راسو. اذا في هذه الحاله هذه ما تخافش، انا نقول لك علاش وكيفاش غتحل هذا المشكل. الناس اللي كيقولوا حق الحاسوب كتطلع السخونيه ديالو، راه عادي جدا ان الحاسوب تطلع السخونيه ديالو، غير هو ما تفوتش واحد الحد. وهذا الشيء راه كيكون واحد مجموعه البرامج راه كتبت لكم في واحد الفيديو ديجا دبليو اش مونيتور، هذا كيعطيك هذاك الرابور على شحال الحراره تقدر توصل. فإلا طلعت الحراره ديال الحاسوب اكثر من ذاك القياس، هنا تعرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك. وراه عادي ان الحواسب ديال الالومنيوم تطلع الحراره ديالهم شي شويه في الصيف، وعادي جدا. وعادي كذلك انك الا كنت كتخدم برامج ثقيله ان تطلع الحراره ديال الحاسوب، يعني ما تخافش. وهنا في هذا البيسي حاليا ملي كتطلع الحراره فوق من القياس، الكارت مير غالبا اش كدير كتقطع الضوء. فملي كتقطع الضوء عليها هنا على القطع الغيار كامله باش ما تخسرش، ما يخسرش ديك الديسك دور والرام وهذا، فملي كتقطع هذاك الضوء ففي هذه الحاله كيحاول البيسي ريديماري عاوتاني من جديد. وهذا هو المشكل اللي كيقدر انه يوقع. هنا ما تخافش، حاول ما يمكن في الحل انكم تستعملوا دي فونتيلاتور اكسترن، يعني كاين واحد المجموعه ديال لي فونتيلاتور كيتستعملوا دابا مع البيسي، او ملي تبغي تخدم بالحاسوب ديالك حاول انك تحطو في واحد المنطقه اللي شويه مستويه، شي طبيله مستويه او لا، وما تحطوش على رجليك او لا تحطو في شي مانطه سخونه او لا، هذه باش تقدر تخدم به مزيان، خصوصا الناس اللي كيخدموا بلي بيسي الومنيوم الجيل القديم، يعني مثلا الاليت بوك 820 مثلا او لا الموديلات القدام. حتى الموديلات الجداد دابا ديال الاليت بوك راه مابقاش فيهم مشكل، 38 840 كنقولوا الا كان اوريجينال ماشي ريسيكلاج. المشكل الرابع اللي يقدر يوقع هو الصوت اللي كيقدر يكون في الديسك دور ديالك، او لا ان هذا الديسك دور اصلا ما كيتقراش، يعني ما كيطلعش. اذا هنا غنقول لك شنو المشكل وكيفاش غدير الحل كذلك. هنا خصك تعرف واحد القضيه على الديسك دور. الديسك دور العمر الافتراضي ديالو في اي حاسوب هي 5 سنين حتى 6 سنين تقريبا. ف 5 سنين حتى 6 سنين
البيسي ديالك عمر، فهاد الديسك ديالك خصو يخوى اولا خصو يتبدل. اذا فما فيها باس انك تنيطوي البيسي ديالك مره وخويه من لي دوني ديالو، فيه 30 40 جيجا، حاول ما يمكن انك تهزها وتحطها في شي ديسك ديال اكسترن اولا في شي يو اس بي كتهز مثلا بزاف، وخلي البيسي ديالك دائما نقي باش يطول معاك هذاك الحاسوب. اما الا بقيتي ديما عمر بحال التليفون، راه ملي كيوصل واحد الحد راه بطبيعه الحال ما كيبقاش كيتقرا اولا كتلقاه كيسكت مره ولا كتقدر انه كاع يخسر. المشكل الخامس هو الرام ديالك مشات. كيفاش كتعرف ان الرام بعدا مشات؟ هو ان البيسي ديالك كيتبلونطا مره. علاش الرام كتخسر؟ يا اما طاح البيسي، يا اما هي عيات لان حتى هي عندها عمر افتراضي ديال الخدمه ديالها، وممكن كذلك ان المشكل في الطيحه. فهنا ملي كيكون قلت لكم ديجا طاح البيسي اولا طلعت السخونيه ديالو فكتقدر تقاس الرام. المشاكل الاخرى اللي كتقدر توقع في الرام هو انها البيسي ديالك كما قلنا قبل كيتقال، وممكن كذلك انه كيطفى وما كيبغيش يشعل، يعني كتشعل الكلافيي بالضوء ولكن كتكون شاشه كحله. اذا في هذه الحاله هذه كنعرفوا بان الرام راه مشات وهنا خصها تبدل. هذه القضيه ديال تبدل بيان سور الرام راه تقدر انت ديرها عادي جدا، يعني ممكن تحل البيسي وتهز البريطه ديال الرام اللي خاسره وتديها عند اللي كتقدري انه يبيع بطبيعه الحال هاد لي باريط ديال الرام وتشريها من عنده وتبدلها نورمال. انا شفنا واحد الخمسه ديال اهم المشاكل اللي يقدروا يوقعوا في الحاسوب. كاين بزاف وحدين اخرين ديال المشاكل غادي نشوفهم ان شاء الله في دي سيري وحدين اخرين بشويه داكشي علاش كنقول لك تبع معنا هاد لا فيديو هذه حتى التالي، وما تنساش انك دير اشتراك في القناه ودير تفعيل الجرس المنبه باش توصل دائما بالجديد. دير لايك لهذا الفيديو، بارطاجيه مع اصحابك باش دائما توصلوا بالجديد، وكما قلنا اللي بغى يتواصل معنا راه كلشي لتحت. وما تنساش ان الا عندك اي مشكل في الحاسوب ديالك كتبوا لنا هنا في التعليق باش حتى هو نديروه ان شاء الله في الحلقه الجايه. كما كنقولوا دائما كان معكم الاستاذ حسن جبران، كانت معكم قناه حسن شويجي. هذا فيديو خفيف ظريف، نتشوفوا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.